ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده السؤال بتاعه من اكتر الاسئله اللي انا بعشقها جدا 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 جدا. مبدئيا خليني اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وخليني اقول لكم السؤال. السؤال: يا اسراء، انا عايزه مخمريه، بس مشكله لما بروح اشتري المخمريه فانا بتغصب يا اما تبقى حجمها صغير وريحتها حلوه جدا بس بسعر كبير قوي ما بتلحقش تقعد معايا، يا اما بجيبها حجمها بيكون كبير ولكن ما فيهاش ثبات، ما فيهاش ريحه، وسعرها بيكون على قد الايد. فطبعا دي مشكله بتواجه كل الناس، وانا بقى نفسي احطها وتبقى ثابته وقويه، ونفسي الاقي ريحه تعجبني وفي نفس الوقت تبقى فواحه وي 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 وي، وتحقق بقى فيها احلامها بقى يعني. كل واحده كل واحده فينا بتبقى عايزه المخمريه بتاعتها محققه فيها كل احلامها. فانا بقى في الفيديو النهارده هديكي 3 طرق تعملي بيهم المخمريه بتاعتك، اختاري فيهم اللي يعجبك باقل تكلفه وباعلى جوده، وهتتحكمي في قوه الثبات بتاعتها، وكمان هتعمليها بالريحه اللي انت بتحبيها. واستني بقى معايا في اخر الفيديو هديكي مفاجاه من الاخر، هتفتحي بيها الاندر ارم، هتقللي نمو الشعر من حوالي 70 ل 80%، وكمان هتخلي ريحه عرقك ولا اروع. لو انت لسه ما اشتركتيش في القناه يلا بسرعه اشتركي واعملي لايك واعملي شير وفعلي زر الجرس. ولو لسه ما انضميتيش ليا في جروب الفيسبوك اسراء لولي هتلاقيني سايبالك اللينك تحت في صندوق الوصف، دوسي عليه وهيشرفنا وجودك معانا جدا عشان تستفيدي بكل جديد بنقدمه. يلا بقى نكمل الفيديو. ورجعت لكم تاني، والطريقه الاولى وسجلي بقى معايا هتبقى ولا اسهل من كده. هتنزلي الصيدليه اللي تحت بيت حضرتك وهتشتري منها ازازه زيت جونسون، ده ان ما كانش متوفر اصلا عندك في البيت. هاتيه اي لون، بس يفضل وانت بتجيبي تشميه لان هو في منه بروايح، يعني في شويه هتلاقي روايح البيبيهات دي، فانت حاولي ان انت تتجنبيها. خلاص، فحاولي ان انت تجيبي اللي ما فيهوش ريحه. انا كاسراء بحب قوي اللي هو البينك ده بالذات، لما بدمج معاه اي نوع اويل من اللي انا هقول لك عليهم ده بيديني نتائج هايله قوي قوي قوي. بيعمل ميكس كده، هو على فكره فيه ريحه بس ريحه خفيفه جدا جدا، وفي منه الموف ما فيهوش ريحه خالص، وده هيبقى افضل معاكي. هتجيبي بقى المهم ازازه زيت جونسون بالحجم اللي حضرتك تحبيه على قد ايديكي، وفي بدل جونسون في بيبي اويل برده حلو قوي من فاتيكا، منزلاه سعره برده هيبقى على قد ايديكي ومنزوع منه الريحه، ارخص كمان من جونسون. وهتجيبي من عند اي حد بتاع عطور قريب منك، تكوني انت بتثقي فيه، تكوني انت متعامله معاه، تكوني انت عارفاه. هتجيبي منه حاجه اسمها الاويل ده، هتقولي له عايزه اسانس، هتقولي له عايزه اسانس. شوفي بقى حضرتك بتستخدمي البرفان بتاعك يعني بريحه ايه، يعني ممكن تجيبي فراوي، ممكن تجيبي مثلا مثلا سي، ممكن تجيبي سكاندل، ممكن تجيبي اي نوع انت بتفضليه هتجيبيه. هتقولي له عايزه الازازه الصغيره دي، بتاخد 20 جرام. الازازه الصغيره دي بتاخد 20 جرام، التركيز بتاعها 20. ان جبتي الكبيره هتجيبي 25 جرام. ان جبتي الكبيره من 25 ل 30 هيديكي ثبات ما حصلش. هتحطي ده على ده وبعدين ترجيهم وتبداي تدلكي بيهم جسمك. لو انت هتستخدميه كمخمريه هيبقى هتحطيه على اماكن النبض اللي هي بين الصدر طبعا وبدايه الاندر ارم وعلى العانه بتاعت حضرتك وهنا هوت وورا ودينك، تمام؟ يبقى اماكن النبض هنا واللي ورا ودينك، وبالطريقه دي هو هيقعد معاكي كتير جدا. لو انت بتعملي حمام مغربي زي ما ناس كتير قوي بتعمل، سواء بتروحي سبا او كنتي بتعمليه في بيتك، ففورا بعد ما بتخلصي الحمام بتاعك بتدعكي بيه جسمك كله، ومش هتصدقي جمال ريحتك وانت قاعده يعني حوالي 3 4 ايام بتعرقي من الريحه بتاعته دي، بس يعني ريحه عرقك الريحه دي. طيب لو انت مثلا هتتعاملي معاه كترطيب، فانت ممكن برضو ترطبي منه زي مثلا مناطق صدرك، منطقه العانه، منطقه مثلا الفخذين، هترطبي منهم بعد ما تخلصي الشاور بتاعك، وانت هتفضلي برضو 48 ساعه ريحتك نفس الريحه دي اللي هي الريحه اللي حضرتك بتحبيها. واحده هتقولي طب يا اسراء انت قديمه وانا كنت بجيب الموضوع ده واحط عليه مسك. هقول لك غلط، وما كانش بيثبت وما بيعمليش حاجه. هقول لك غلط، انت اللي غلطانه، انا مش قديمه ولا حاجه. انت اللي غلطانه. على فكره الطريقه اللي انا بقولها لك دي بيعملوها المغاربه، وكمان انا اصلا جايباها من حمام وانا بعمله في سبا من واحده سودانيه كانت بتستخدمه معايا على جسمي. فالطريقه دي طريقه روعه جدا، انا مجرباها ومعتمداها كتير، وكنت بعمله وببيعه وانا معرفه طبعا العميل بتاعي انا بعمل ايه، لان انا بوفر كمان الاسانس ده باعلى الدرجات بتاعته. يعني الزيت ده انا بوفره باعلى الدرجات بتاعته وبانضف انواعه، بحيث يكون منزوع منه الكحول ويكون امان 100%، ما يسببش اي اغماءات. فانا الطريقه دي كنت ببيعها للعرايس وكانت رقم واحد. يعني انا لما كنت اقول لها كانت تقول لي طب انت اعمليه لي وادهوني جاهز.
جاهز، فكان بيبقى نتائج معتمده حلوه جدا 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 ومتجربه. لو حطيتي بقى عليه، نرجع تاني لموضوعنا، لو حطيتي عليه مثلا مسك سواء مبشور مكعب او مثلا حتى لو انت جايبه عبد الصمد القرشي، على فكره نوع المسك وجودته مش هتفرق معانا هنا في الاسانس، لان هم في الاويل قصدي، لان هم هيفصلوا. الاويل ما بيقبلش غير اويل زيه، الاويل مش هيقبل غير اويل زيه. دي بالنسبه للطريقه الاولى. مش هينفع تحطي عليه مسك حتى لو كان سايل، لان المسك راح ولا جه فهو برده حتى لو سايل، يعني حتى لو سايل هيبقى دهني معاكي شويه، فهيفصل وهيعوم على وش الاويل ومش هتاخدي منه النتيجه اللي انت عايزاها. ده بالنسبه الطريقه الاولى. طب نخش بقى على الطريقه الثانيه. هنيجي بقى للطريقه الثانيه، والطريقه الثانيه انا بستخدم فيها حاجه اسمها زيت جوز الهند منزوع الريحه، والف خط وخط وخط تحت كلمه منزوع الريحه. متعودين ان زيت جوز الهند انت بتفتحيه كده عشان تعرفي ان هو اصلي، تشمي ريحه الجوز الهند. طبعا الكلام ده مش مظبوط، يعني مش مظبوط ان انت هتحطيه على جسمك، لان هيبقى ريحته شجري قوي وريحته هتبقى زيت جوز الهند ومش هيقبل معاكي اي حاجه تانية. ولو افترضنا ان هو قبل معاكي حاجه تانية فهو هيبقى مزيج منه. وفي ناس كتير قوي مش بتحب الشجر، وفي ناس مش هتحب الميكس مع بعضه. فعلشان خاطر نتجنب الموضوع ده فاحنا هنجيب زيت جوز الهند منزوع الريحه، اللي هو في الشتاء بيبقى زبده كريمي، وفي الصيف هيتحول معاكي لاويل زي كده. وخدي بالك هو اويل، بصي هو عمال يقع اهو، بصي خدي بالك بصي كده اهو، شفتي كده هو دلوقتي اويل، ولكن من جوه انت شايفاه زبده كريم اهي. لكن هو هيتحول في الصيف، لان احنا دلوقتي انا بصور في توقيت ما بين الصيف والشتاء، انا بصور في توقيت ما بين الصيف والشتاء. انما حضرتك طبعا في الصيف هتلاقيه اويل 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 سايل جدا زيه زي اي اويل كده اهو، ولكن هيبقى لزج وتقيل شويه. انما انت لو في الشتاء هيتحول معاكي لكريم، علبه كريم تقلبيها ما بتتقلبش، هيتجمد. طب هنعمل فيها ايه؟ برضو هتنزلي هتجيبي، لو احنا افترضنا ان احنا هناخد 150 جرام من البتاع ده، من الزيت جوز الهند اللي هو منزوع الريحه، وده هتلاقيه متوفر عند العطارين الكبار بس لانه قليل جدا، وشويه بيبقى سعره زياده عن اللي هو العادي خلاص. فهتحطي عليه لو هو 150 جرام فانت هتحطي عليه 25 جرام من التوله دي، هتقولي له عايزه 25 جرام اسانس. وعلى فكره ده بقى اللي بيقبل ان انت تحطي معاه، لان هو لزج زي ما انا قلت لك. هتقولي لي طب ما انت قلتي من شويه ان الاويل ما يقبلش الا اويل، الاويل اللي هو جونسون، لان هو اويل صافي، اويل حقيقي خام، لا بيتجمد صيف ولا بيتجمد شتاء. انما ده بيتحول معاكي لزبده في الشتاء وبيتحول معاكي اويل في الصيف، فبالتالي لو مزجتي فيه حاجه هو تقيل، فانت لو مزجتي فيه اي حاجه هو هيقبلها. فانت تقدري بصي حتى هو تقيل ازاي، بصوا يا جماعه هو تقيل ازاي، يعني انا عماله ادلك. على فكره انا بستخدمه كمان كمرطب للجسم كله، ليه؟ لانه بيقعد معايا فتره طويله، بيرمي معايا على الجسم حته كبيره جدا، فهو ما بيخلصش، وده انا بفضله جدا جدا على الجسم. لو احنا هنستخدمه في الشتاء مرطب، في الصيف بلاش منه قوي، خليه ان هو يا دوبك يديكي ريحه بس مش اكتر، لانه هيبقى تقيل عليكي قوي في الصيف. هتدمجي، ممكن تبشري المكعب بتاع المسك وتحطيه في الميكروويف يسيح، وبعدين تصبيه عليه وتقلبي، وتحطيهم كلهم بقى في الميكروويف عشان يندمجوا مع بعض، وتقلبيهم على اقل درجه حراره. او ممكن ان انت مثلا تعمليه في حمام ميه سخنه عشان تسيحيهم على بعض وتستخدميهم، او ان انت تجيبيه اصلا التوله بتاعت المسك اللي هي السايله اوريدي، وتروحي مفضياه عليه ودمجيهم في قلب بعض وتريحي دماغك. وده انا بحبه جدا، وزي ما انتم شايفين انا حاطاه في علبه اهي، علبه بيتي جدا، علبه ثلاجه ما فيهاش اي حاجه، ومش بحفظه في الثلاجه ولا حاجه، انا بحطه بره الثلاجه وهو بيتاثر بعوامل الجو عادي جدا. دي كده طريقه ثانيه. نخش بقى على الطريقه الثالثه. الطريقه الثالثه ودي انا شخصيا بحبها لما بكون بعمل كميات صغيره، يعني مثلا دي انا عاملاها اهي، دي كانت عبوه مخمريه عادي جدا من حامل المسك وخلصت، وبعدين انا اهي انا عملت واحده غيرها. طب انت عملتيها ازاي اسراء؟ عايزه اقول لكم ان دي مركزه جدا، مركزه هبل. دي انا مخلياها بس في اماكن النبض وبس، يعني ورا الودن هنا هوت، عند كفوف الايد من هنا هوت كده، مثلا ما بين الصدر على العانه، الاماكن اللي هي بتبقى حبه صغيره. وكمان دي انا عاملاها سكسي قوي، على عكس دول اللي انا بستخدمهم في اليوم بتاعي اللي هو يعني في العادي انا بستخدم دول، ولكن دي انا مخصصاها طبعا، فانا عاملاها كميه صغيره. طب انا عاملاها بايه وازاي مركزه كده؟ انا جايبه 25 جرام، وخدوا بالكم انا مش جايبه توله صغيره، 25 جرام ده التركيز العالي اللي انا قلت لكم هيتحط على كميه كبيره لو استخدمنا العبوه الكبيره بتاعه الجونسون. خدوا بالكم كويس، يعني انا حاطه تركيز عالي جدا من الاويل الاسانس على الماده بتاعتي دي. طب ايه هي الماده دي يا اسراء؟ ده فازلين، ده فازلين، ده احمر مالكيش دعوه بيه، بس انا عشان اوريكي انا ما عنديش غيره. ده هتجيبي منه الابيض،
عبوه الفازلين دي هتنزلي الصيدليه هتقولي له عايزه عبوه فازلين شفاف، هتاخديه وتروحي البيت. طب اعملهم ازاي يا اسراء؟ هتروحي مسيحه ده في الميكروويف، ولو ما عندكيش ميكروويف الفازلين كله هتنزليه بمعلقه، هتنزليه بمعلقه خشب او معلقه بلاستيك، هتنزليه في طبق ينفع يدخل الميكروويف او يستحمل ميه سخنه، وهتبداي ان انت تفضيه في الطبق. لو انت عندك ميكروويف دخلي الميكروويف وخرجي الميكروويف، فضي عليه التوله بتاعتك، ولو انت عايزه بريحه مسك برضو سيحي المسك وابداي ان انت هتحطيه عليه وتدمجيهم. لو انت مش عندك هتجيبي طبق وبعدين تحطي فيه الفازلين وتحطي تحتيه طبق فيه ميه سخنه وتبداي ان انت تدوبي الفازلين. لما الفازلين كله يدوب هتبداي ان انت تنزلي عليه التوله بتاعتك وهيبقى لك بالمنظر ده. طبعا انا مش قادره اوصف لك قد ايه ريحتها مركز جدا عالي جدا، وكفايه ان انا بقول لك ان انت بتتحكمي في الثبات بتاع الريحه بتاعتها. واتحداكي ان انت لو حطاها في اي منطقه في جسمك وليكن مثلا العانه، ان الاندر كله هيبقى ريحته رهيبه، هتبقى ريحتك رهيبه. لو انت حطاها مثلا ورا ودانك رقبتك وكل اللي هيبوسك او هتعدي من جنبه او هيشمك تحفه. وكل حاجه من دول انا بقول لك عليها تقدري تستخدميها في شعرك، مخمريه لشعرك هتخلي شعرك احسن من اي بخور ممكن تبخري بيه. طبعا انا بصور معاكم من اول الفيديو، خدوا بالكم وراعوا ان احيانا الفيديو بيقف وبيبقى فيه مونتاج، يعني انا يعني بقالي معاكم مده اطول من مده الفيديو والاويل لسه شوفوا الاويل لسه شغال معايا. وعلى فكره ساعات بحطه في ايديا كده لان هو مغذي جدا، مغذي جدا لبشره جسمك لان ده جوز هند، مغذي جدا لضوافر ايديكي، مغذي جدا. بصي اهم حاجه وشك ما بنستخدمش عليه الحاجات دي، الوش مش بنستخدم عليه الحاجات دي. تمام. هنيجي بقى لاخر حاجه في الفيديو واللي انا قلت لكم استنوا معايا فيها المفاجاه، وانا هعلمك ازاي تعملي احلى مزيل عرق وانت في بيتك، تمام، بالريحه اللي انت عايزاها. وزي ما اتفقنا هيقلل معاكي الاسمرار، لا يقلل ايه ده، هيخفي معاكي الاسمرار ده خالص من 15 يوم لشهر مواظبه على استخدامه. هيقلل معاكي الشعر جدا بنسبه من 60 ل 70%، مش هتصدقي. طبعا برضو مع الاستخدام المتواصل من مثلا 15 يوم لشهر وهتشوفي نتائج ما اقولكيش، غير طبعا ان هو هيبقى بالريحه الخاصه بتاعتك، غير ان انت هتخلي ريحه عرقك تحفه 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 حرفيا. ايه هي بقى؟ حضرتك هتنزلي الصيدليه اللي تحت بيتك هتقولي له عايزه جليسرين طبي، والجليسرين الطبي اللي انت هتشتريه من الصيدليه ما يكونش غير القوام ده، انا عايزه القوام ده اهو. طبعا انا بوفره عندي خام في الجروب، عشان كده انا حاطاه في الازازه ديت، انا بوفره خام وفي نفس الوقت عشان اعرف اوريه لكم. فده من عندي انا، من الجروب عندي او من شغلي انا اللي انا بشتغل فيه. فحضرتك هتنزلي اما هيديك الازازه هتبصي عليها، لو ما لقيتيهاش سايبه كده ما تجيبيهاش لاني بشوف حاجات بصراحه فظيعه. اقول لها هاتي جليسرين طبي من الصيدليه الاقي حاجات تقيله ومش راضيه ومتجمده وحاجات غريبه كده. فده اللي انت هتجيبيه، هتقولي له عايزه جليسرين طبي، هيديكي ازازه جليسرين طبي هتروحي بيها البيت. طبعا هيكون عندك الاويل بتاعك اللي انا لسه قايله لك عليه من شويه، اللي انت هتجيبيه من اي بتاع عطور نظيف تبقي واثقه فيه ومتاكده ان الزيوت بتاعته نظيفه منزوع منها الكحول. خلاص هتجيبي منه لو الازازه بتاعتك، وده عاده بتبقى 100 مللي، اللي هي في الصيدليه بتبقى عاده 100 مللي، هتجيبي عليها 20 جرام من الاويل او الاسانس اللي بالريحه اللي انت عايزاها. وليكن مثلا هتقولي له عايزه سي، فهتاخدي منه السي، هتروحي مفضيه على الازازه بتاعت الجليسرين في ازازه يكون قديمه عندك بتاعه مزيل عرق، اغسليها كويس جدا نضفيها ست الكل، وبعدين كبي فيها الازازه دي وحطي عليها الجرامات بتاعتك من الاويل ده، وابداي ان انت خليهم جنبك كده على جنب، وهتروحي عصره عليهم نص ليمونه. اسراء دي هتعملي حساسيه ولا هتعملك اي حاجه، انا عايزه نص ليمونه يكون حجمها كبير زي اللي انت شايفاها معايا ده في الفيديو اهو، تكون حجمها كبير كده، وتروحي عصرها على الكميه بتاعتك اللي انت حطيتيها في ازازه مزيل العرق وهترجيها. طب احطها في الثلاجه؟ لا. هتحطيها على التسريحه؟ طب كده هتبوظ؟ لا. طب كده هتاكسد ولا هيحصل لها اي حاجه؟ طيب هستخدمها وانا عامله سويت؟ لا. هستخدمها وانا عامله شيفنج؟ لا. اليوم اللي احنا هنعمل فيه الازاله مش هنستخدمها في اليوم اللي احنا هنعمل فيه الازاله بتاعتنا، سواء بشيفنج او بسويت او بواكس او باي طريقه انت بتزيلي بيها الشعر. هتستني بعدها ب 48 ساعه وتبداي تستخدمي مزيل العرق ده بشكل يومي. واكتبي لي في التعليقات بعد استخدامك المتواصل مثلا لمده 15 يوم لشهر، قولي لي ايه راي حضرتك في الاندر ارم عندك بقى شكله عامل ازاي. تابعي نمو الشعر وقولي لي نمو الشعر بقى عامل ازاي. ابداي مثلا وليكن في عمله العيد دي انزلي اشتري يلا واعملي، وهتعملي طبعا انت هتشيلي الشعر في العيد باي طريقه هتشيليها، وابداي استخدميه وقولي لي
في التعليقات تحت انت الشعر بتاعك ظهر المره اللي بعدها متاخر ولا عادي على طبيعته. وكمان كلميني عن ريحه العرق بتاعك، هتبقى زيرو ريحه عرق. حتى لو انت في يوم مش حاطه مش هتلاقي لنفسك ريحه عرق. يعني انت لو دخلتي اخدتي شاور وخرجتي من الشاور وجيتي نزلتي وعرقتي مش هتلاقي ريحه للعرق بتاعك بعد 15 يوم لشهر استخدام من مزيل العرق اللي انا قلت لك عليه دوت. وما تنسينيش طبعا في الدعوه الحلوه، وما تنسيش طبعا الاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وتفعلي زر الجرس وتعملي لايك. ولو لسه ما انضمتيش في الجروب يلا بسرعه بسرعه تعالي انضمي، هتلاقيني سايبالك اللينك تحت في صندوق الوصف. ولو عندك اي سؤال سيبهولي تحت في التعليقات وهرد عليه. شرفتوني وكل سنه وانتم طيبين. باي باي.